يقول حنا نربي الغنم في الضلعان في الجبال هذه في المناطق اللي حنا نعيش فيها، وإذا شفناها سمنت وزانت نزلناها للسوق ونعرف مواسم السوق ومتى تطلب على أساس نشتري نبيعها بأسعار غالية. يقول ذاك اليوم أنا جيت الغنم وقت حاجة في السوق وأفرز منها ما لقيت إلا طلين واحد هو اللي يواجه إني أبيعه ويمكن يشترونه الناس مني. يقول أنا بعد هالطلي تعبان عليه وأنا في حاجة قريشات. يقول سكته طالع من الحظيرة، يقول بينه وبين خليس، منطقة خليس في جدة بمسافة بعيدة لكنها وعرة، إنه يقول في المناطق اللي حولها. إلا واحد بعد من منطقة ثانية واجهته ومعه قطعة خرفان مثل ما تقول 10 أو 12 سايقها للسوق. قال وين رايح؟ قلت أنا بروح أبيع. قال وأنا بعد خلنا أنت خاوة. قلت يلا أنا أساعده في خرفانه وخروفي دخل معه خرفان. يقول يوم مشينا في هالوديان وهالضلعان يقول نلقى بيت هاك الشعر اللي ظروفه وجنبه مثل ما تقول زرب حصى. قلت ايش رايك نميل عليهم؟ قال ميل، نحن مشتهين مثل ما تقول قهوه وانسان عندهم شيء عقبها. يقول لهم جينا وريعات الله يعني شقه يقول واحده منهم ماسك له طاسه ويلحس فيها من عقب اللبن، وظروف وفقر اللي ما بعده فقر، ترى قريب الكلام 60 سنه. يقول دخلنا ندور احد وين ابوكم؟ قال ابوي راح. وين امكم؟ قال امي توها والد قبل امس ولا عندنا شيء ناكله. يقول له والله الحاله اللي ما تسر وريعات واضح عليهم الجوع واضح عليهم القسى. قلت الخوي ايش رايك انا وياك نذبح لهم خروف من خرفانك، انا علي نص وانت عليك نص، ونقلطهم فيه ونعشيهم ونتعشى معهم ونخليهم الباقي على اساس. قالوا والله ماني ذابح من خرفاني، هذه خرفان جلب ولا اني بذابح منها، تبي تذبح خروف ببصرك. يقول قلت لا والله بذبح، واخذ لي سكين عندهم واذبح الخروف، وبربع ساعه ونص ساعه وانا العيال يوم شافوا الخروف بينذبح ودروا ان عندهم شيء يقول مقرع ويناتهم علي وقاعدين يناظرون شغلي فيها الخريف. يقول واجيب جدر عندهم معونه من هناك، يقول واسبعه واصب عليه ماء واقطع منها اللحم واحط فيه واقطع واحط. يقول تراني قمت اشوي السبده واطعمهم. يا فرحتهم يا سلام يا سلام ويا سعادتهم. يقول هم ياكلون ونشبع وخويي قاعد طافي الضب. المهم يقول خلصنا يوم قديناهم عشناهم، يقول انا اخذ لي قطعه من هاللحم مع مرقها. يقول قلت ودها لامك. المراه لهم توها والد والزوج مو بعندها والورعين هذول مساكين ما يدرون ايش يسوون ولا حولهم احد. يقول وانا والله فرحان قلت هذا الخروف اللي راح في طريقه. يوم خلصنا وهذا يقول وانا اخذ نص الذبيحه واعلقها عندهم داخل، قلت اذا جابوكم الله يجزاك خير فرحانين، اللي ماسك له عظم عرشه واللي يعني شبعوا. منظر يا اخوان والله العظيم هذا الكرم اللي في حله. وتخيل ذبح خروفه اللي ما عنده الا هو ويمكن حاسب حساب بيجيب العيال الشيء. يقولون سوق الغنم حقت خوي رايحين مكملين الخليص. يقول انا ما عاد لي لزوم في السوق، لا عندي غنم ولا شيء. يقول واذكر واحد من عيال عمي في منطقة هناك، قلت يا فلان؟ قال نعم. قلت الله يحفظك انت تروح للسوق. قال انتم مخاويني؟ قلت ما عندي حاجة. واروح الولد عمي واجي اقعد عنده، هو قريب من خليص واقعد من عنده. شلونك عساك طيب؟ قلت يا فلان. قال نعم. قلت انا ابيلي هو ما ادري قال ريالين فرنسي او جنيهين والله ما اذكر وش طلب لكنها 2. قال ابشر بسعتك. يقول واقعد عنده اثر الرجال عنده عنز راح وذبحها وعشاني فيه. قلت يا ابن الحلال انا متعشي وخالص. قال انت ضيف تستاهل. يقول هم يطبخون هالعنز وانا اروح الله يعزكم ابى اقضي حاجه. يقول اجي لي في ضلع وادخل في هالوادي يقول واقعد. يقول وناظر هاك الحصاه الا فيها شيء مثل ما تقول جلد، ويوم قربت ووخر هالجلد ولا هاك مثل ما تقول مزوده ولا فيها جنيهات ذهب تقول 40 50. يقول كميتهم جهتهم. يقول ولا تذكر الا فعلي مع الورعين هذه ان الله سبحانه وتعالى يمكن عوضني فيه. يقول واخذه واحطه في بطني. يقول وارجع مستانس مبسوط. يقول واجي عند الشايب هذا وتعشينا وله يعطيني جنيهين الذهب. قلت والله انا ما ابي خلاص اكتفيت وربي رزقني. يقول واطلع له 5 جنيهات ذهب واعطيه. قالوا ايش ذي؟ قلت هذه رزق من الله ساقه لي ولك.
يقول وانا انزل لخليص واشتري لي منايح واشتري لي حاجة انا كنت ابيها بهالي وارجع لديرتي، يقول واكفي عيالي، يقول انا شاري لهم مثل ما تقول ملابس ومقاضي وخير خير، واشتري لي غنم وتكثر حلالي. لكن بعدها بيوم، بعد ما رجعت لديرتي بيوم، يقول واسال اخوي اللي راح معي، قل له جاي ما معي شيء لا وراه ولا قدام. قلت يا فلان وين حلالك؟ قال والله انت خابر الشعيب اللي قبل خليص، قال جاني مطر فيه وسحب حلالي كله، ولا بقى فيها ولا خروف. ولا والله حالته قشره وحالته ما يعلم الله. هذا التعامل مع الله، هذا الصدقه اللي جت في حلها، هالاطفال اللي شافهم، هالمراه اللي في بيتها والد يعني ذبح خروفه اللي ما يملك الا هو، واكرمهم وقام بواجبهم وشاف فرحه هالاطفال وفرحه هالام وادخل السرور على قلب الله، اكرم منه، الله اكرم منه عليه. هيأ له مثل هالجلد هذا اللي محطوط ولا يجي له هو ياخذه، مع ان الناس حوله واجد. ليه؟ من اللي يدير هالكلام هذا؟ صدق مع الله فصدق الله معه. الصدقه يا اخوان امرها عظيم، وترى على فكره هذه سبحان الله توفيق من الله للإنسان. خص الرجل هذاك عنده 20 أو 30 خروف، وهذا ما عنده إلا خروف واحد، خص ربي أنه يكون هو المتصدق على هالعائلة الفقيرة. الله يسلمك. فمثل ما قالوا إخواني ما نقص مال من صدقة بل تزد. أسأل الله العلي العظيم ينفع بهالقصة. آمين آمين. جزاكم الله عني كل خير. أبو عبد العزيز القصة هذه ترى فيها يا أبو عبد العزيز يعني جوانب جميلة، تفضل. وهي كلها جميلة، لكن من الجوانب جبر الخواطر. نعم. هو من جبر خاطره الأطفال، هالأم مولودها وهالصغيرين. أيوة. يقول أخوي عبد العزيز الشليل الله يسعده، اسمعوا يا جماعة الخير الكلام الجميل. يقول أجمل ما قيل في جبر الخواطر لعل الخاطر، انتبهوا، لعل الخاطر الذي تجبره يحبه الله فيحبك الله بجبرك لخاطر من يحبه. الله. يقول من أقوال الإمام سفيان الثوري ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه مثل جبر خاطر أخيه المسلم. يا سلام. الشخص الذي تجبر بخاطره اليوم هو نفس الشخص الذي سيجبر بخاطرك أو بخاطر من تحبهم غدا. هذه ناحية. جبر الخواطر لا شك أنه مهم. الأمر الثاني سبحان الله لما قال أبو عبد العزيز الصغيرين غير يناظرون وفرحانين ويعطيهم الكبدة ومستانسين، ما جاء في بال الوليد اللي يبتسم. هذا اليتيم أيتام حائل وهذا الوقف الجميل، أنا أقول هو فرصة من الفرص. هذا ممكن بعضهم يقول يا حظه ما شاء الله عطى هذول يرزقها الله.